انا كان ممكن اصدق اي حاجه تحصل امبارح في مباراه المغرب مع البرازيل، الا انه المغرب تتفوق في مساله المراوغات الناجحه على منتخب البرازيل بفارق ضخم. يعني تخيل كده حد بيقول لك مهما كانت حاله المغرب، مهما كانت حاله البرازيل، لو المغرب كسبت البرازيل، هل تتخيل ان في منتخب على مستوى العالم لعيبته قادره تعمل مراوغات بيرقصوا احسن من البرازيل؟ لما تبص على الارقام فتلاقي انه المراوغات الناجحه اللي حصلت 16 مقابل 5، فرق ضخم جدا. طيب هل تتخيل ان حد ممكن يعمل تمرير في التلت الاخير بضخامه البرازيل؟ اللي حصل ان المغرب عملت تمريرات دقيقه في التلت الاخير بنسبه 78% على المنتخب البرازيلي. المغرب امبارح على الصعيد الفردي اثبتت اللي كابتن طاهر كان بيقوله من شويه، ان انت هيد تو هيد مع منتخب البرازيل، بل وقادر ان انت تتفوق عليه في حاجات كتير. علشان كده بين قوسين اللي هو قاله انا فاهمه، الندم على عدم الفوز. الفكره مش بس هنا، الفكره انه في شخصيات موجوده في لعيبه المنتخب المغربي قدرت تحول المباراه الى مباراه سهله. يعني فكره اخفاء رافينيا عن المباراه، واحد مرشح لبالون دور انت اخفيته عن المباراه، انت خليت انه رافينيا مش ظاهر وبوعدي هو اللي ظاهر، وجايين لبوعدي بعد شويه. انت وصلت بمنتخب المغرب الى انه في كل الانماط، كل الانماط اللي موجوده، انت بتلعب على التحولات جون، بتلعب على الضغط. المغرب قسمت على البرازيل في ال 18 في اول ربع ساعه لمرحله وصلت ان اجمالي التصويبات 6-1. 6-1. المغرب راحت بهجمات منظمه ومرتده، وهجمات بعد ضغط، وهجمات مبنيه على الشق الفردي. المغرب قدام البرازيل خرج محمد وهبي يقول والله اتعادلنا قدام كرواتيا قبل كده لو انتوا فاكرين 2022، لكن هتسألني هل انت عايز تكرر نفس المسار؟ لا، انا رايح اخد كاس العالم، انا رايح على طريق افضل، انا كنت الرابع عايز انط نطة اعلى. عارفين يا جماعة النقطة فين؟ النقطة ان الراجل ده في قائمته واي قائمة على مستوى العالم بيتلم عليها. عندك مجاملات، ليك رجالتك، استبعدت ناس معينة من رجالة الرجراجي ابعدتهم. لكن الميزة الاولى لما يكون المسؤول واثق من قراره. يعني ايه؟ يعني اتحاد الكرة كلاكيت تاني مرة فوزي لقجع من خليلوزيتش للرجراجي فجأة. هو ده لو بتقيسه بالمقياس بتاع الاعلام، انا قيل مدرب لمجرد خلافه مع حكيم زياش، لمجرد انه فشل في كاس الامم الافريقيه اللي انا غالبا فيها لا احقق النجاح المطلوب. لكن جبت حد هو بالمجموعه دي افضل. نفس هذا الشخص مع نفس هذا الرجل ايقن انه في مرحله ما، وانا شخصيا انا بحب اعترف بالحاجات، انا كنت اشكك مش في فنيات محمد وهبي، لان وهبي عنده فيرجن اعلى نسبيا في مناطق معينه من الرجراجي، لكن الشخصيه تفرق. الرجراجي حكم هذه المجموعه واقنعهم ان انت رايح تنافس في كاس العالم، وشخصيات متمرده مش عاديه. فوهبي يقدر بالتعامل مع الناشئين او الشباب يروح مع لعيبه اكبر اسمائها اعلى، مش انت اللي عملتهم وتديهم هذا الاقناع. فوزي لقجع كان مقتنع في وقت رأى مناسب، بعد ما الراجل اثبت وخد كاس عالم. دلوقتي خلاص، دلوقتي مش قبلها، مش كاس الامم، مش من سنه وانت شايف انه اداء المغرب مش كويس، ان اللعيبه الفورمه بتاعتها مش جايبه، انه في حاجه محتاجه تخش جديد، لانه بقى عندك نجوم جداد. لكن ثقه المسؤول في قراره فوزي لقجع، ثقه المدرب في قراره محمد وهبي، بانه ايوب معدي ده مثال. ولما اتسال عنه عادي جدا يا جماعه، ده لاعب في الدوري الفرنسي، بيقولوا الصحفيين كده، لاعب في الدوري الفرنسي، مجموع لعيبه كتيره جدا على مستوى الدوري مش لعباه اساسا يعني. فهذا التأكد والثقة من اللي انت عامله تجبر الكل على انه يبص للمغرب هذه النظرة، وعلى انه استوديوهات التحليل امبارح زلاتان ابراهيموفيتش بكل غروره وعنجهيته بعد نهاية المباراة قاعد هو وتيري اونري فوكس سبورتس، يا جماعة انا شايف الكلام رايح لسكة البرازيل لكن انا لازم اتكلم عن المغرب. وبدأ يفند فيما له علاقة بمنتخب المغرب. اول حاجة، كابتن طاهر كان على حق من شوية لما قال ان كان لازم الفوز والمغرب يلام حكيمي على الاندفاع. ليه؟ لانه تيري اونري وزلاتان لما اتكلموا
لم يتحدثوا ان المغرب حققت نتيجه ايجابيه مع منتخب البرازيل. شايفين ان ده عادي. فبقى الغرب اللي هو مش ناحيتك، هو باصص للمغرب ان انت هنا التعامل بمنتهى الهدوء، بمنتهى الهدوء، وانه اخفاء رافينيا، وانه فينيسيوس اللي ما ظهرش غير في لقطتين ثلاثه، بقى المعيار عامل كده. فهنيئا المغرب بهذا المنتخب، كامل الدعم وكامل التحيه من اون سبورت اف ام. كما هي العاده كنا معاكم في 2022 ومكملين معاكم في 2026 بكل الدعم وبكل الحب من مصر للمغرب، فكل التحيه ليهم.